وعموما انا حبيت اتكلم من البدايه خالص عن التروماز، الصدمات او الاحداث والتجارب المؤلمه اللي ممكن نتعرض لها، ازاي رد فعل الانسان بيكون ليها، ولما بنكون متعرضين لستريسز، لضغوط، ممكن نعمل ايه علشان نخفف على نفسنا فيه. طيب اولا احنا عارفين ان تقريبا الصدمات حاجه صعب ان احنا نتفاداها، مش حاجه نادره في حياتنا، كلنا ممكن نتعرض لها. عملوا بحث في 21 بلد، لقوا ان 10% من الناس بيتعرضوا لصدمات في حياتهم. الصدمات دي شكلها ايه؟ ممكن يكونوا شافوا حادثه، او اتعرضوا لحادثه، او اتعرضوا لحروب، او حد قريب ليهم او عزيز عليهم ايه اتعرض لحادثه. لما الانسان بيتعرض لحوادث او لتجارب مؤلمه ممكن تاثر عليه باشكال مختلفه، ممكن يجيله اكتئاب او قلق او اضطراب ما بعد الصدمه، ولو كانت الصدمات اللي بيتعرض لها دي حاجه متكرره او حاجه حصلت له وهو صغير ممكن تاثر عليه بقى طول حياته. النهارده هنتكلم عن البوست تروماتيك ستريس ديسوردر اللي هو تحت الكاتيجوري بتاعه التروما اند ستريس ريليتد. طيب الاول زمان ما كانش الناس عارفين ان في مرض اسمه كده، لكن بدا ان هو يتعرف ويتصنف كمرض من الثمانينات. في حرب كده حصلت كبيره اسمها فيتنام، اوكي، ساعتها اكتشفوا ان السولجرز اللي في الحرب دي، الجنود اللي في الحرب دول، بيجي لهم اعراض شبه الاكتئاب شويه وشبه القلق شويه، اوكي، اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. بعد كده سموها في الاول سولجرز هارت او شيل شوك او وور نيوروزس. بعد كده فضلوا ايه يعني يمسكوا الكرايتيريا ويصنفوها اكتر ويعملوا ستاديز فيظبطوها اكتر لغايه الدايجنوستيك ستاتستيكال مانوال الخامس الدي اس ام 5، ده اللي بناء عليه اختاروا الكرايتيريا الفاينل اللي هي بيشخصوا بيها الديسوردر المرض. اول شرط ان هو يحصل ان يكون في تروما فعلا، اوكي. احنا اتفقنا ان التروما ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون حادثه، ممكن تكون حرب، ممكن تكون ابيوز، عنف، تعرض لعنف او ايذاء، وممكن على فكره يكون نفسي او يكون بدني، يكون ضرب او يكون اغتصاب ريب. الناس ممكن يجي لها الموضوع ده لو اتعرضت شخصيا للحادثه او للصدمه، لو شافوها، لو حد بيحبوه اتعرض ليها، وكمان اللي بيستقبلوا المصابين اللي لسه جايين، يعني مثلا المسعفين، الضباط، اللي بيشتغلوا في الاي ار، اللي هو الناس اللي لسه جايين من حادثه، دايما دول اللي بيستقبلوهم بشكل متكرر، دول كمان عرضه للبي تي اس دي. طيب احنا اتفقنا ان اول شرط هو التروما، ان يكون في تروما حصلت، اوكي. بعد كده لازم يحصل 4 حاجات او 4 كاتيجوريز كبيره، ماشي. الكاتيجوريز دي تحتها حاجات هنتكلم عليها، هشرحها لكم باختصار، بس دي ضروري ان هي تكون حاصله او موجوده عشان نشخص البوست تروماتيك ستريس. اول حاجه او اول كاتيجوري من الكاتيجوريز دي الريليفينج او الري اكسبوجر. الانسان اللي عنده المشكله دي او المرض ده كانه كل شويه بيعيش الصدمه دي تاني، بحيث ان هو بيعيشها تاني. تاني حاجه ان هو دايما بيحب يتفادى، اوكي، اي حاجه تفكروا بيها. وبعدين تالت حاجه ان هو بيكون عنده قابليه ان هو ينفعل او يتخض بسرعه، بنقول عليها arousal، يعني قابل للاستثاره والانفعال بسرعه. واخر حاجه النيجاتيف سيمبتومز. النيجاتيف سيمبتومز دي كلها تشبه الاكتئاب شويه، هكلمكم عليها بقى ايه بتفاصيل بسيطه. اوكي، تعالوا نشوف الري اكسبوجر او الري ليفنج. ممكن الانسان فجاه كده قاعد يجيله فلاشز، صور، ويفتكر الحادثه اللي حصلت او الصدمه اللي اتعرض لها، او ذكريات، كل شويه يفتكر الميموريز دي، او لما ينام يحلم بيها. الموضوع ده مش مجرد ان هو بيفتكرها وخلاص، لا، كل ما بيجي في باله او بيشوف الفلاشز دي او يفتكرها يحس ان هو بيعيشها تاني، يعني يحس بنفس المشاعر، الخوف الشديد، الذعر الشديد اللي انا هعمله دلوقتي، او مع كده مع الاحاسيس دي بقى بيحصل له ايه؟ قلبه يدق بسرعه جدا، يحس ان هو بيترعش، ان هو مش عارف ياخد نفسه، كانه بالظبط تاني بيمر بالتجربه دي، ودي حاجه بتكون قاسيه جدا. avoidance، مش عايز يفتكر الموضوع ولا يتكلم عنه ولا يمشي في الشارع بيفكروا بالموضوع،
ولا يعرف الناس اللي كانوا ساعتها موجودين في حياته حتى. النيجاتيف سيمبتومز دي اللي انا قلت لكم عليها تشبه الاكتئاب شويه. الانسان ده بيكون المشاعر اللي بيحسها كلها خوف وذعر وقلق وحزن، وما يعرفش يحس بالحب، ما يعرفش يحس بالسعاده، مش عارف يحس بالحاجات دي تاني. وكمان بيكون غالبا ناسي حاجات من الاكسبيرينس اللي مر بيها دي، رغم ان هي خوفته جدا ووجعته جدا، لكن تلاقيه ناسي تفاصيل منها. تلاقيه كمان ملوش مزاج خلاص ان هو يعمل الحاجات اللي كان بيحبها قبل كده. الانسان ده اخر حاجه كاتيجوري كنا بنتكلم عنها الاراوزل او الانفعال الشديد، سهل قوي ان هو يتعصب وسهل ان هو يتخض. ممكن لو اتعصب يعمل حركات فجائيه، يعني ممكن يكسر حاجه، ممكن يضرب حد، مش شرط طبعا. الكلام ده كله على فكره مش لازم ان هو يكون موجود كله، لكن لو في حاجات شبه كده، علامات شبه كده، ممكن يكون ساين ان هو عنده الديسوردر ده. سهل ان هو يتوتر، بيكون عنده بقى صعوبه ان هو يركز، مش عارف يركز زي الاول، ويكون عنده عاده اضطرابات في النوم. اضطرابات النوم دي ممكن يكون صعوبه ان هو يدخل في النوم، او كل شويه يقلق وما يعرفش ينام تاني بسهوله. الاعراض دي علشان انا اشخصها ان هي بوست تروماتيك ستريس او ان هو اضطراب ما بعد الصدمه، دي ضروري ان هي تقعد مده اكتر من شهر. يعني ممكن انسان يتعرض للموضوع ده ويحصل له اعراض كده 3 4 ايام او اسبوع. هنشوف بقى حاجات ممكن ساعتها يبقى حاجه ثانيه، حاجه مش شرط انها تكون ابسط، بس حاجه مختلفه. طيب من ضمن الحاجات ان ممكن الانسان ده يجيله حاجه اسمها ديسوشيشن. كلمتكم عنها في النص كده بسرعه، ان هو الانسان يحس ان هو زي في دريمي ستيت. اللي جاله ديسوشيشن ده هيعرفه بسهوله، هيحس ان هو كانه فجاه كده ايه ده؟ هو انا صاحي؟ هو ده حقيقي؟ واحيانا يحصل حاجه اسمها دي رياليزيشن، اللي هو حاسس ان اللي بيحصل ده مش حقيقي. وفي حاجه اسمها دي بيرسوناليزيشن، اللي هو حاسس ان دي مش حياتي او انا مش الشخص ده. اوكي، دي بنقول عليها 3 ديز. وبالمناسبه لما كلمتكم عن اضطرابات الشخصيه وعلى اضطراب الشخصيه الحديه، بيحصل فيها 3 ديز دي برضه، حاجه من الحاجات الكومن فيه. لو الموضوع ده ظهر بعد اكتر من 6 شهور، الاضطراب ده البوست تروماتيك ستريس ده عاده بيظهر بعد شهر الى 3 شهور. يعني حد حصلت النهارده، بعد شهر او شهرين او 3 تبدا تظهر الاعراض. لو عدى 6 شهور وبعدين ظهرت الاعراض، ممكن ده يحصل فعلا، يكون اسمه ديلي اونست. نفتكر بقى بسرعه بقى كده. اول حاجه تراما دي هتكون النيمونيك بتاع الحاجات اللي بتحصل في البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. التروما زي ايه؟ تكون حصلت لك حاجه قبل كده. ايه الحاجه؟ حد مثلا حادثه او حرب او ايه؟ ايوه حد هيجروا بقى دلوقتي. حد قريب مني اتعرض لحادثة. حد قريب مني اتعرض لحادثه او حرب او ريب او ريب او ابيوز. صح، برافو. ري اكسبيرينس، ان هو بيعيش الموضوع تاني. هي حد يقول لي ري اكسبيرينسنج ازاي؟ برافو، فلاشز او ميموريز او افكار او احلام. ولما يحصل له كده بيحس بايه؟ جبتي نفسك بيحس بايه؟ نفس الاحاسيس اللي حصلت. بصي كام واحد لحقك، انت محبوبه على فكره. اوكي، الافويدنس قولي. هو بيحاول يفويد اي حد كان موجود في الفتره دي. صح، اي حد، برافو، او اي مكان او اي حاجه بتفكره. unable to function، اعتقد ان انا دي ما قلتهاش، وكويس عشان اقولها لكم. المواضيع دي لو حصلت بس انا عادي بخرج مع اصحابي، ما عنديش مشاكل في شغلي في مذاكرتي، يبقى الموضوع هيعدي عادي. انما الشخص ده مش عارف يعيش. اوكي؟ طيب الموضوع ده لازم يقعد مده شهر او اكتر عنده الاعراض. الاراوزل انا قلت كذا مره، انفعال، ممكن غضب ويتعصب بسرعه. ممكن لما يتعصب يعمل ايه؟ يكسر حاجه او يضرب حد او يتهور. النيجاتيف دي الاعراض بتاعه الاراوزل، عشان هي تشبه الانكزايتي. انا قلت لكم ان المشكله او المرض البوست تروماتيك ستريس ده عباره عن ميكس ما بين القلق وما بين الاكتئاب. اعراض القلق دي مشهوره قوي، بنعمل لها نيمونيك ميزربل. اوكي، بس هو غايه الاي البل دي عشان ندوق نكمل بس الجمله فنفتكرها. هو مش ميزربل، هو قلقان بس. الام دي ماسل تنشن، يعني عضلاته متنشنه جدا
لو ده شخص قلقان هتلاقيه irritable مش عارف يقعد على بعضه، هتلاقيه عنده مشاكل في النوم sleep troubles، هتلاقيه الانرجي بتاعته low، هتلاقي ان هو restless يعني مش حاسس ان هو مرتاح خالص، طول الوقت بيبقى حاسس ان في حاجه وحشه هتحصل، و attention troubles مش عارف يركز. اوكي؟ دي النيمونيك ميزربل ده يفكرنا بالحاجات بتاعت القلق، دي بتاعت الاراوزل. واخيرا النيجاتيف سيمبتومز اللي انا قلت ان هي شبه اعراض ايه؟ برافو، شبه اعراض الاكتئاب. طيب البوست تروماتيك ستريس مش حاجه نادره، هو 3% عالميا ودي مش حاجه قليله، ولقوا ان 10% اوكي ما بيعديش عمرهم غير لما يجي لهم اتليست اتاك واحده من البوست تروماتيك، ودي حاجه كتيره. طيب لقوا ان الناس اللي في الدول المتقدمه عاده اكتر من 50% من اللي بيحسوا بالمشكله دي بيروحوا يدوروا على علاج. اما في الدول اللي لسه ناميه او اللي لسه مش ما وصلتش لنفس الوعي ده، مش اقل من مثلا ربع او تلت بس اللي بيجي لهم المرض ده they seek help. ممكن ما يكونوش عارفين اصلا ان عندهم مشكله، ممكن يكونوا فاكرين ان هو طبيعي عشان هو زعلان شويه. في مصر في شويه ستاديز اتعملت على البوست تروماتيك ستريس، من ضمنها حاجات كان فيها ايه؟ عايزين احنا تروماس، فكان عندنا تروما مش شرط بقى حرب، هو يعني الحمد لله لسه ما حصلش حرب، بس حصلت ثوره وحصل الكوفيد. لما حصلت الثوره انتوا كنتوا صغننين مش عارفه، ما اظنش يعني حد هيفتكرها قوي، بس يعني بعدها لقوا ان 16% جالهم بوست تروماتيك ستريس واكثرهم بنات، اكثرهم فيميلز. وبعد الكوفيد لقوا نسبه كبيره جدا. على فكره نسبه ما تتخضوش، هي دي مش نسبه البوست تروماتيك ستريس، هي دي نسبه البوست تروماتيك ستريس اللي كان ما بين المودريت والسيفير، يعني ما بين المتوسط لكتير. 72% دي حاجه كبيره قوي. مين اللي ممكن يجيله البوست تروماتيك ستريس؟ اوكي، او اكوردنج لايه نقدر نعرف؟ ممكن تكون اسباب في الشخص نفسه، ممكن تكون اسباب في التروما نفسها في طبيعه التروما، او ممكن تكون اسباب في الكير اللي هو شافه او الظروف اللي اتعرض لها بعد التروما نفسها. الاسباب اللي ليها علاقه بالشخص نفسه احنا هنتكلم عنها لوحدها بسرعه شويه. اوكي، هي اسباب بيولوجيه او فيه هو نفسه، او اسباب في نفسيته، او اسباب في المجتمع اللي حواليه. اسباب اللي ليها علاقه بالتروما هي نوع التروما، هي كبيره ولا صغيره، significant ولا مش significant، لها قيمه ولا ملهاش عند الشخص، حجمها، اذا كانت متعمده او غير متعمده. متعمده دي يعني حد مثلا راح واقف مثبتك بسكينه، او اكسيدنتس دي حاجه ما كانش يعني مش متعمده بالصدفه. بعد كده بعد التروما ما حصلت، الراجل ده مثلا راح مستشفى ما راحش، اتعرض لكير، الكير اللي شافه كان عامل ازاي؟ في حد طمنه قال له اطمن اهدى دي مش غلطتك، فهمني اللي حصل، ولا ما تعرضش لحاجه من دي خالص. ممكن يتطور ازاي؟ في حاجه اسمها كومبلكس PTSD. اوكي، الكومبلكس ده ممكن يبقى يكون كومبليكيتد بتروماس كتيره او بامراض تانية جنبه. لو في الانسان ده عنده مثلا اكتئاب مع البوست تروماتيك ستريس، ده يتطور بطريقه اوحش. كمان لو شخص جاي من بوست تروماتيك ستريس ممكن ان هو يسوق من حاله حاجات تانية عنده. يعني لو الشخص ده اصلا عنده مرض مزمن، المرض المزمن ده ممكن ما يخفش او ممكن يبقى حالته اسوء بسبب التروما. بصوا يأثر على حاجات قد ايه في الجسم؟ ممكن يأثر على تفكيره، ممكن يأثر على شعوره بالستريس او ظهور الستريس سيمبتومز عليه اكتر، ممكن يأثر على القلب، على الكبد، على الظهر، على الاميون سيستم، جهاز المناعه. ممكن ان احنا نحمي ان هو يحصل، ممكن نقلل قوي من حدوثه او نلحقه بسرعه. اوكي، لو الاول كان في اويرنس ان في حاجه زي كده، فلما تيجي اعراض شبه كده ما اقولش ايه ده زعلان شويه وخلاص، لا، اعرف ان دي ممكن تكون مشكله فنروح نلحقها. علشان نعمل كده احنا محتاجين ان احنا ندرب ناس. مين ممكن ندربه على حاجه زي كده؟ مين ممكن ندربه؟ التيتشرز المدرسه. حلو جدا، ممكن ندرب التيتشرز في المدرسه فعلا انهم يعملوا توعيه. ما هو الاهل اوكي، البيرنتس يعني المجتمع عموما. صح، تمام، عشان يبقوا عارفين من الاول ان في موضوع زي كده. في حاجات كمان هندرب عليها هتيجي تاني، بس انا في نقطه قلتها لكم، قلت لكم في ناس متعرضين للموضوع ده كتير.
صح، اللي اول بيشوفوا المصابين في الاستقبال او الضباط او المسعفين دول بيشوفوا ناس عندهم بوست تروماتيك وهم عندهم بوست تروماتيك. احنا عندنا حاجات اسمها سكريننج تولز، اوكي، اختبارات بتكشف اذا كان الموضوع ده موجود ولا مش موجود. احنا بنحتاج برضو ان احنا نعرف الناس ان في حاجه زي كده ونوزعها، نخليها موجوده في السكولز، موجوده في حاجه مكاتب الصحه، برايمري هيلث كير والحاجات دي، وندرب الناس اللي فيها ان هم يعملوها، وان هم لو لقوا مثلا السكور كذا او لو لقيت علامات كده حاجات الارمنج ان انت تبدا تحول تريفير الشخص ده لحد مختص اكتر. لو بقى وصلنا ان احنا فعلا في مشكله، احنا في حاجات ممكن نقدر نعملها لبعض. لو حسيت ان في واحده صاحبتك متعرضه لحاجه زي كده او عندها ساينز لحاجه زي كده او ناس محتاجين معلومات زي كده، اول حاجه السوشيال سبورت، اوكي، ان احنا نسبورت بعض. سبورت دي سهله خالص، اللي هو معلش انا موجوده. على فكره احنا مش مضطرين ان احنا نحل مشاكل، يعني لما صاحبتك تحكي لك مشكله مش لازم تحليها، ميبي هي عايزاك تسمعيها بس، مش لازم نوجد لبعض حلول خالص. احيانا بيبقى الناس محتاجين حد يسمع من غير جادجمنت، من غير ما نحكم ولا اقول لها ايه المصيبه اللي انت عملتيها دي. مش بنعمل كده، خلاص معلش انا سمعتك، انا موجوده. ايه بتعملوا مع بعض كده المصيبه اللي انت عملتيها دي؟ بنعمل كلنا او قبل ما تقول هي عملت ايه. في تكنيكس هعلمكم منها واحد النهارده اسمها ريلاكسيشن تكنيكس، هشرح لكم ازاي بتشتغل. الستريس مانجمنت تكنيك برضو ده انا هديهولكم كده ان بريف، يعني الحاجات دي لو عرفتوها مني حتى بيزكس، يعني مش هتحفظوها بس تبداوا حتى تعملوها مع نفسكم ومع اللي حواليكم، انا هحس ان انتوا استفدتوا مني. كوبينج سكيلز، يعني ازاي نتكيف مع الموضوع، دي برضو هنتكلم عليها بسرعه كده. وبعدين في علاجات بقى دي مالكوش دعوه بيها، بس ايه ممكن تعرفوها كاسامي كده. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي هو العلاج السلوكي المعرفي، دي طريقه بنغير بيها من طريقه تفكيرنا. لو انا شفت ان اللي حصل ده مصيبه، ازاي اشوفه بطريقه ثانيه. بعد كده في علاج اسمه اكسبوجر ثيرابي، اللي هو التعرض في بيئه امنه، ان انا بتعرض للي حصل ده، بفكر فيه او بتكلم عنه while I'm safe. وفي حاجات معقده اكتر من كده شويه، وفي طبعا علاجات دوائيه، لكن احنا ما بناخدش دواء من غير ما يكتبه دكتور، والدكتور مش بيكتب دواء غير لما يكون متاكد ان الطرق الثانيه مش هتنفع خلاص. يعني اخر حاجه في الدواء ده، مش اول يعني لاين فيه خالص الدواء. انا هكلمكم عن الستريس مانجمنت تكنيكس، اوكي؟ دي حاجات ممكن نعملها، دي اللي انا عايزاكم تركزوا فيها، اوكي؟ دي عشان اي ستريس عادي، مش عشان تراما. ايه الستريسز العاديه اللي ممكن نتعرض؟ المذاكره ممكن تكون ستريس، صح؟ ممكن احيانا الاهل يعملوا ستريس غصب عنهم مش قصدي، صح؟ تمارين، داخلين بطولات، مع حد من صحابي او حاجه، صح؟ خناقات مع بعض، كل دي ستريس. استخبى كل اللي بشوفه تستخبى منه. ماشي. طيب اوكي، في ستريس ممكن تكون اكتر من كده شويه، زي ما قلت لكم نقل مدرسه ده على فكره يا جماعه بيبقى احيانا ستريس كبير. نقل بلد، حد قريب مني يسافر. اوكي، طيب الخمس حاجات دول اللي احنا عايزين نركز عليهم قوي. دلوقتي انا ممكن يكون عندي ستريس واحد ات تايم، ده هيكون سهل. كلمه ستريس في حد ذاتها ده شعور، فيلينج. ايه معنى الستريس؟ ازاي؟ يعني هتحسي بايه وانت مضغوطه؟ تحسي بيه ازاي؟ ممكن تحسي بيه كخنقه، صح؟ مش عارفه انظم صح، مش عارفه تنظمي حاجات، عايزين نركز على دي. هو ساعات ستريس بيكون ان انا بحس انها ستريس فبقول كل حاجه وبزعل. بس سيبوني. ايوه بيعمل كده فعلا، مش عايزه اعمل حاجه، سيبوني. طيب الستريس ده يا جماعه شعور، معناه ان انا حاسس ان الحاجات اللي ورايا اكتر من الامكانيات اللي عندي. اوكي؟ يبقى ابسط حاجه هي اول حل مكتوب ده، برايورتايز. انا حاطه لكم 5 بيز عشان تحاولوا تفتكروا. برايورتايز ان انا اعمل اولويات، اوكي؟ ولما اعمل اولويات اشوف انا هعمل ايه الاول وايه اللي ممكن ما اعملوش خالص، لو ينفع حاجه ما اعملهاش خالص ما اعملهاش. اوكي؟ زائد ان انا ممكن اعمل ايه؟ الحاجات اللي unnecessary انا هافويد. تاني حاجه، انا شايفه الموضوع ده كستريس، ينفع اشوفه بطريقه ثانيه؟ اغير من نظرتي له.
perception change. وممكن اعمل reaction change كمان. شوف انا برياكت ازاي في العادي والموضوع ده بينفع معايا ولا لا. ولو رد فعلي اللي انا متعوده اعمله ده كل مره ما بينفعش، يبقى اجرب حاجه جديده. تالت حاجه الكوبينج، ازاي اتكيف مع الموضوع، اتعامل معاه ازاي. او خلاص بقى احنا هنتعايش بقى مع بعضينا، انا والمذاكره احنا مضطرين ان احنا نتعايش مع بعض. اكسبتنس، اقبل حاجات ما ينفعش اغيرها، زي ما قلنا مثلا احيانا يكون في بعض الاخطاء من الاهل او من المجتمع، ما دي حاجات انا مش هينفع اغيرها. او ان انا ازاي تو فايند ماي بيس. اوكي تعالوا نشوف.